ما مش كل حاجه كتفك برضو، انت بتيجي على كتفك كتير قوي تقول لي انا رحت اتمرنت تمرينه واتصبت. لا، انا بتكلم بالنيابه عن كتفك، هو انت السبب مش كتفك السبب. ما ينفعش تبقى مبطل اسبوعين ولا ثلاثه وترجع التمرين تتمرن بنفس الاوزان. انت كده بتهزر، انت كده مش بتتمرن، انت كده عايز تصيب نفسك. المفروض لو انا قعدت من الجيم اسبوعين او ثلاثه اروح اقلل الفوليوم. يعني ايه؟ يعني العب ب 50% من الوزن اللي كنت شايله. لو كنت شايل 100 كيلو هلعب ب50. طب انا كده ما بعملش حاجه، ده انا اقعد في البيت احسن. لا، انت كده بتعمل حمل على عضلاتك وبتفوقها، بتفوق الاربطه وتفوق المفصل كله، بتفوق العضلات. مليون مره اقول الكلام دوت لناس كتير جدا بتجيلي المركز وبتتعالج من الاصابات دي. اغلبها بيكون بسبب ان انت كنت قاعد فتره ورحت اتمرنت، شلت الاوزان اللي كنت شايلها قبل كده. ونقطة تانية برضو، ما تغيرش نظام تمرينك. اللي يقولك طالما انت وقفت اسبوعين ثلاثة ولا شهر روح ابدأ جنرال وروح العب لي كل عضلات جسمك، لا، الكلام ده غلط. روح على نفس النظام اللي انت كنت موقف عليه. كنت بتلعب بوش بول ليج، ارجع بوش بول ليج. كنت بتلعب بروس بليت عضلة واحدة في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع، نفس الكلام. شوف كان نظامك ازاي واللي انت هتعمله ايه، كمل عليه. يعني مثلا لو انا كنت موقف بروس بليت وعايز العب بوش بول ليج، خلاص تعالى على بوش بول ليج، اتمرن الحاجة اللي انت هتتمرنها قدام. لو انت كنت عايز تغير، لكن مثلا ما تكونش بتلعب بروس بليت وريحت ترجع بروس بليت وبعدها باسبوع تغير لبوش بول ليج، هتتصاب. ارجو ان الفكره تكون فهمتها. شايف الرقم اللي تحت ده رقم الواتساب الشخصي بتاعي، ابعت لي لو عندك سؤال في التغذيه او في التمرين او في اي حاجه ارد عليك. ومش شرط على فكره تبقى بتتابع معايا اونلاين. واخيرا لو انت على التيك توك اعمل لي فولو، لو على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وطبعا الفيس اعمل فولو. واحلى سلام عليك.